السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا، واهلا بيكم في مطبخ سيسي. ان شاء الله النهارده هعمل كيكه اليوستفندي. طلبت مني اكتر من مره، وان شاء الله نعملها النهارده مع بعض. يلا نشوف الطريقه. اول حاجه معايا صينيه مقاس 30، دهنتها سمنه ورشيتها بالدقيق. ممكن تدهنيها زيت. اول حاجه معايا يوستفندي. اليوستفندي انا اصلا عشان ناخد العصير بتاعه، ممكن تاخديه تضربيه في الخلاط على طول، يعني يعني تفتحيه وتضربيه في الخلاط. بس عشان الناس، في بنات كده بقى بيدخلوا يقولوا يا ضربتيه بالبذر، على اساس ان البذر ده مثلا وبيتصفى، ما انتي بتصفيه على اساس ان البذر ده مثلا لو نزل مثلا اكلته بقى بعد ما ضربت البذر، هتلاقيه بقى ايه، البذر زرع وطلع شجره بقى من بقها وكده. اعمل ايه بقى؟ بقوم هنا كده، اقوم ايه، عصراه كده عشان بس يطلع الايه، البذر بتاعه، عشان الناس اللي بتقول يا اهو. وهضربهم في الخلاط من غير ما تضيفي لهم اي ميه، واصفيه. اول حاجه قبل ما اشتغل، من شروط نجاح الكيك، اي كيك، ان لازم تكون كل المكونات بدرجه حراره المطبخ، لا تكون سخنه ولا تكون ساقعه. اول حاجه معايا 3 بيضات، كوبايه وربع سكر، كوبايه ونص عصير يوستفندي. انا هحط كوبايه وربع. هخلي ربع كوبايه، لو احتجتها هضيفها. لان الدقيق بيفرق كل مره، يعني في انواع دقيق بتحتاج سوائل، في انواع دقيق ما بتحتاجش. ومعايا بشر يوستفندي، يعني حوالي معلقه صغيره، وتلات ارباع كوبايه سمنه او زيت. طبعا مش هضيف فانيليا، لان العصير اليوستفندي والبشر هو بيقضي على ريحه البيض. هضربه في الخلاط كويس جدا. صب الخليط. انا شغلت الفرن عشان يسخن، لان في بنات كتير تقول لي الكيك ما بتعلاش قوي. ممكن درجه الحراره تكون مش عاليه في الفرن، لازم الفرن يكون على درجه حراره 180. او لو ما عندكيش مثلا درجات حراره زي حالتي، تشغلي الفرن قبلها ب10 دقايق، وفي الشتاء قبلها بربع ساعه. يعني انا شغلت الفرن قبل ايه ما اضرب اي حاجه، شغلته. معايا 3 كوبايات دقيق، دقيق كل الاغراض، دقيق كل الاغراض. هضيف كيس بيكنج باودر، وزنه 16 جرام، يعني معلقه كبيره ونص. لو ما عندكيش مضرب كهرباء، اضربي بالمضرب السلك اليدوي، اضربي كويس. ما عندكيش مضرب يدوي، انزلي بايدك بقى. انا كنت زمان بعملها بايدي، بس والله يعني انا بس ايدي وجعاني شويه، لو كده كنت اشتغلت بايدي. ان شاء الله هعمل كيكايه تانية باذن الله، وهبقى اعملها بايدي ان شاء الله. اللي ما عندوش مضرب سلك كمان يقدر يعملها بايده عادي. هضيف ربع كوبايه العصير، لان انا حاسه ان هي محتاجه. لو احتجت كمان عصير هزود، لحد ما القوام بتاعها يظبط معاكي. الخليط بالسمك ده اهو. في بنت كانت سالتني بتقولي مهما اضرب الخليط، بعد ما باجي اصب الكيك بلاقي دقيق تحت. ده علشان خاطر انتي حطيتي الدقيق وبعدين حطيتي عليه العصير او الحليب، على حسب انتي عامله كيكه ايه. لا، نعمل زي ما عملت، تحطي الاول الماده السايله وبعدين تحطي عليها الدقيق، علشان ما تلاقيش الدقيق مسك تحت. معلش انا بقول يعني اي سؤال انا اتسالته بحب اجاوب عليه وانا شغاله، علشان لو مثلا حد بيصادفه نفس المشكله يبقى عارف الاجابه وما يعملهاش تاني. هنزل الخليط. تهزيها كده عشان تضمني بس ان هي ايه اتفرشت في الصينيه كلها، تبقى متساويه.
هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 30 ل 35 دقيقة، وبعدين هنرجع نتكلم على أسباب نجاح الكيكة في الفرن أو عدم نجاحها. أخدت في الفرن 35 دقيقة. النهاردة الجو حلو، احنا في الشتاء بس الجو كويس، مش ساقعة قوي. أنا عايزة أقول حاجة. في بنات كتير، أنا يعني معلش بعتذر، أنا الكلام ده هقوله في كل فيديو. هعمل فيه كيك المرحلة الجاية ان شاء الله، عشان اي حد يتفرج توصلوا المعلومة بإذن الله، عشان جالي اسئلة كتير جدا على الموضوع ده، وبنات كتير الكيك هبط معاهم وما نجحش. الكيك انا دخلتها الفرن تمام. اخدت مثلا 30 او 35 دقيقة، لقيتي لونها حلو كده، مش معنى كده ان انت تطلعيها في الجو ما يكون ساقع قوي ما تطلعيهاش، لا، سكينة ومدخلها كده، طلعت نضيفة تبقى استوت، دخليها في النص ودخليها برضو من الجنب كده، او خلة خشب. ان طلعت ما فيهاش خليط يبقى هي استوت، يبقى تطلعيها. اللي لقيتي فيها خليط سيبيها لحد ما تستوي، لما تدخلي تاني السكينة وتخرجيها تلاقيها نضيفة. في بنات طبعا قالوا لي الكيك بيبقى عالي جدا وبعد ما بنقفل بيهبط. هي المشكلة ان الكيكة ما استوتش، الكيكه لسه فيها خليط من جوه، فراحت هبطانه تاني، وده حصل معايا، وانا قلت الكلام ده قبل كده في فيديو الكب كيك. حتى لو قعدت معاكي ممكن تقعد معاكي ربع ساعه زياده، ممكن تقعد نص ساعه زياده حسب الجو. فانتي اللي يخليكي تعرفي ان الكيكه استوت ان ما يطلعش منها خليط، مش مجرد ان وشها استوى. نعمل نقلبها بعد ما تطلعيها من الفرن. انا اللحمه مسكتها. بعد ما تطلعيها من الفرن تهزيها جوه الصينيه عشان تتأكدي ان هي فصلت، لو لازقة او حاجة تفصل. تمام. هقلبها. ريحتها تحفة. انا بحب جدا كيكة اليوستفندي وكيكة البرتقال بالذات، بس انا طلبت مني اليوستفندي. شايفين يا جماعة مستوية من جوه اهي. ان شاء الله هنزل طريقة عمل كيكة البرتقال وكم نوع كيك كده عملتهم قبل كده، هنزلهم على الشاشة في اخر الفيديو، هتلاقوهم موجودين، هتلاقوا اربع فيديوهات. شوفي اي فيديو يعجبك منهم واتفرجي عليه، وباذن الله المقادير هنزلها في اخر في صندوق الوصف. هنزل المقادير، هتلاقي مكتوب اضغط في صندوق الوصف، هتلاقي مكتوب اضغط هنا لمشاهدة المقادير. هتلاقي رابط ادخلي، هتلاقي البلوجر، هتلاقي موجود فيه الشرح، المقادير كتابة والشرح بالصور. كوباية شاي بقى، يا سلام. والله اسفنجية خالص وريحتها جميلة. ادوق. انا مش عارفه ليه في ناس بتزعل لما بدوق. عامله ازاي؟ جربوها ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. تحفه، جميله جدا وهشه زي ما احنا شايفين عامله ازاي. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، مستنيه تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.